3 ساعات خلصنا الامتحانات اخيرا يا اصحابي. خلصت الامتحانات وهفضلكم اعمل لكم فيديوهات كتيره قوي قوي قوي. وبشكر بجد كل اصحابي اللي انا يعني بشكر كل اصحابي اللي ما كنتش عارفه اتواصل معاهم وبرده كانوا بيعلقوا لي وبيحبوني يعني وبحبكم جدا حبايبي اللي كانوا بيعلقوا لي. والف شكر ليكم وبحبكم جدا جدا جدا. وقبل طبعا ما نبدا ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بقى انا لسه مخلصه امتحانات وجعانه، اكيد الاجازه يعني بتجوع وكمان في الشتاء عايزين ايه؟ دلوقتي بقى جوع نص الليل وانا عايزه اعمل فنكوش. ضرب في دماغي ان انا اعمل فنكوش. في ناس عارفه الفنكوش وفي ناس لا. اللي مش عارفه تعالوا اوريهولكم. ويا ناس يا عسل الفنكوش وصل. اول حاجه هنبدا بالزيت نحطه في الطاسه بتاعتنا. بصوا يا اصحابي كده كفايه قوي. لازم الزيت يبقى كتير عشان الفنكوش يكبر معاكي وينفش كده. تضيفي كميه كبيره من الزيت وتسيبيه بقى كده ينقح او يقدح معرفش. وما تخافوش الزيت ده عادي هنستخدمه تاني، هو هيبقى نضيف يعني فاستخدميه عادي. بصوا بقى كده يا اصحابي في فنكوش ساده وفي فنكوش الوان. انا بحب الساده اكتر فيلا بينا نضيفه مع بعض. بصوا يا اصحابي طلع فيها واحده الوان. بصوا بيكبر ازاي. بصوا بقى كده يا اصحابي علشان احنا زودنا الزيت كبر وبقى منفوش ازاي. افضلي بقى كده قلبيه. بصوا في واحده الوان اهي لونها ازرق. بصوا يا اصحابي بقى يكبر ازاي. هينزل دلوقتي من الطاسه. انا خايفه. اقدر اقلبه كده يا اصحابي عشان ما يتقلبش عشان ما يتحرقش. بصوا بيتكاثر. بصوا بقى يا اصحابي كده. احلى تسالي بقى يا اصحابي تاكليها كده في جوع نص الليل مع ان فيها زيت كتير بس ما بيتخنش بدل ما تاكلي محشي ومكرونه وبانيه. يا اصحابي احلى فنكوش ده ولا ايه؟ بكميه قليله من الفنكوش عملنا ده كله. ملت الطاسه طبعا زي ما انتوا شايفينها بتتكاثر. واحلى تسالي وطعمها تحفه. ده بقى احلى حاجه تاكلوها لجوع نص الليل هو والفشار ما بيتخنش. بصوا ماما اسمعوا بقى نصيحه البت هنا. لما تيجوا تعملوا فنكوش كتروا الزيت في الطاسه قد ما تقدروا. ماما عشان ولو ما كترتيش الزيت هيطلع معاكي مش منفوش ووحش وهيطلع معاكي صغير بالطريقه دي. فكتروا الزيت واسمعوا كلامي. وطبعا الفنكوش ما بيحتاجش تحطي عليه ملح ولا اي حاجه علشان هو اصلا بيكون مملح. واللي ما يعرفش الفنكوش ينزل يجيبه يلا ويعملوا رجوع نص الليل. واللي يعرفوا يصدروا هو الفشار على طول بس ده احسن بالنسبه لي بكتير. وما تخافيش على الزيت. الزيت اول ما تخلصي ده هيبقى نظيف واستخدميه عادي بعد ضيف اي حاجه هيبقى نظيف وتحفه واستخدميه ما تخافيش عادي. والفنكوش وصل يا ناس يا عسل. وبشكر دايما اصحابي وحبايبي اللي بيدعموني بيكتبوا لي كومنتس حلوه كتير. بحبكم جدا جدا جدا. واللي متابعنا على الفيس يتابعنا على اليوتيوب. اللي متابعنا على اليوتيوب يتابعنا على الفيس. عايزه عيلتي الصغيره اللي قد كده تكبر تبقى قد كده بيكم بس كده. انا وصلتوا لغايه هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودوسوا برضه على كلمه كل عشان يوصلكم كل جديد. و3 ساعات خلصنا. فركش فركش بنقولها فركش بعد ما خلصنا فركش. وتعبنا زهقنا وخلاص فيصنا. ده حافظه طبعا. بس كده توحشوني قوي وباي. هاخد الفنكوش بقى واتكل على الله.